اللهم اجعلنا على صلاتنا دائمين ولأركانها مقيمين وفي ذكرها خاشعين ولأوقاتها حافظين. اجعل الصلاة راحة لأبداننا وأمانا لأرواحنا وسكينة لأنفسنا ونجاة في قبورنا يا مجيب الدعاء يا مجيب الرجاء. تقبل منا زكاتنا بالصدق والوفاء واجعلها نورا وظلا لنا يوم اللقاء واجعلها برهانا لنا يوم القضاء ولا تجعل فيها خبثا أو منا أو أذى أو بلاء واجعلها حصنا لنا من الغم والغلاء يا منزل البركات. اجعل نساءنا صالحات تائبات قانتات عابدات وأغلق لشبابنا أبواب الهوى والشهوات واغضض أبصارهم عن الخبائث والمحرمات وزين نساءنا بآداب سورتي النور والحجرات برحمتك يا رفيع الدرجات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. بحبكم في الله، ولو لسه بتتفرج عليا جديد ما تنسيش تحط اللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امر. النهاردة الفيديو حلو وجميل وكله كده نشاط وحيوية. يلا قوموا تشجعي لو لسه ما عملتيش اي حاجة. تشجعي كده واعملي كده اكل لولادك والدنيا تمشي كده، مش هنمشيها يعني جبنة والكلام ده يعني ماشي. اي واحدة بتتزنق اعمل سندوتش جبنة وخلاص. بس الاكل الاساسي طبعا هو الغدا وفي ناس طبعا يعني بتتعشى كده يعني. يلا ربنا يصلح حال الجميع يا رب. المهم هعمل النهاردة صينية بطاطس بالفراخ تستاهل بقكم بصراحة، يعني انا والله العظيم نفسي تبقوا معايا. ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب. انتوا احسن ناس قسما بالله، يعني انا ما بحلفش كده وخلاص. انتوا احسن ناس في حياتي وحياة ربنا من بعد اهلي، يعني ربنا يخليكم ليا ويديمكم في حياتي يا رب. النهاردة هعمل كده صينية بطاطس حلوة بالفراخ، وتابعوا كده ايه الخطوات بتاعتها. هي سهلة وبسيطة وانا مبسطها لكم لان اخواتي الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ جديد مش هعقد لهم الموضوع وكده. بس زي ما شفتوا في اول الفيديو المشتريات بتاعتي اللي بشتريها من السوق، ما يعني مثلا يعني ايه، اروح السوق اجيب اللي ناقصني وكده ماشي. اللي انا جايبه كذا خضار، كذا نوع خضار يعني، بس اكيد مش هعمله يعني في الفيديو ده. مثلا انا كنت جايبه قلقاس وجايبه البطاطس قدامكم، عملت صينيه منها اهو. وكمان جبت بتنجان رومي كبير، كنت عايزه اعمل ان شاء الله يعني هعمل مسقعه. ان شاء الله هتعجبكم يعني، مش هحرق لكم الفيديوهات اللي جايه وهنشوف الدنيا مع بعضينا كده. المهم انا جبت
بطاطس وقطعتها بعد ما قشرتها طبعا، وبعدين قطعت فلفل وبصل، جبت السبع بهارات، وجبت ملح وفلفل اسود، فركتهم كده مع بعضيهم. حيقت البصل والبطاطس وكل اللي انا حطيته في الصينيه، حيقتهم كويس جدا. وبعدين جبت الطماطم والذرة بتاع الخلاط، وحطيت في الطماطم، وهحط دلوقتي بصلايه حلوه كده وسط، واحط فيها مكعب من المرقه، واحط فيها السبع بهارات. دلوقتي هيجوا قدامكم دلوقتي. ماشي، يلا لو لسه ما اشتركتش في القناة اشتركي واعملي لايك يا حبيبة قلبي. يلا لو لسه بتتفرجي عليا جديد ما تنسيش اللايك، امين عليكي. وصلوا على النبي كده من قلبك يا حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انا دلوقتي جبت الطماطم وحطيت فيها بصلايه اهو زي ما انتم شايفين، والملح والفلفل اسود والسبع بهارات وايه كمان يا ربي، ومكعب من المرقه وكمان حبة مية كده بسيطة، ونبدأ نمشي الدنيا ونطحن الطماطم دي، او نضربها زي ما بتقولوا يعني. حبة مية كده بسيطة، وبعدين نجري كده على الخلاط، نعملهم بسرعة عشان عايزين ننجز. ماشي، وبعدين هنبدأ نضرب الطماطم كده على السريع، وبعدين نجيب الفراخ. كل حاجة هتبقى قدامكم، انا بتبل كل حاجة. يعني زي ما انتوا شايفين البطاطس تبلتها هي والبصل والفلفل، تبلتهم وفركتهم كده في بعضيهم عشان ياخدوا طعم حلو بالملح والفلفل الاسود، وكمان السبع بهارات والله حطيتها لها، يعني حطيت للبطاطس كل ده المهم. وبعدين برضو الطماطم نفس الكلام حيقتها وهركنها على جنب، وهجيب الفراخ نفس الكلام، الفراخ احط لها ملح وفلفل اسود والسبع بهارات، وهدعكهم كده في بعضيهم. وبعدين هنحط عليهم الطماطم من فوق. هتقولي لي طب ما انت حاطه في الطماطم البهارات والملح والفلفل الاسود والمرقه وكله. لا يا جماعه، لما بتتبلوا مثلا البطاطس لوحديها والبصل وكله مع بعض بيدي نكهه جميله، وهكذا الفراخ برضو. الفراخ لما بتاخد تتبيله وبتدعك كده كويس بالتوابل وبالملح والفلفل الاسود بتبقى حاجه تانية. وبعدين برضو شايفين شكلها والله تتاكل وهي نيه. ايه رأيكم في شكلها؟ حلو لما تهتموا بالاكل وبالنكهة بتاعته بيتاكل بنفس كده. انا بصراحة عندي هنا في البيت بيعشقوا صينية البطاطس من ايديا، يعني مش عارفة، هما بيحبوها قوي يعني، مش عارفة ليه. آه، مش عشان مش عارفة ليه، يعني عشان خاطر هي جميلة، وكمان مخدومة كويس. الحاجة المخدومة بتطلع نتيجتها في الاخر احسن. انا جبت دلوقتي معلقتين من السمنة واحط كده على الوش، وبعدين احطها على البوتاجاز من فوق تغلي كده غلوتين، وبعدين احطها في الفرن مع نفسها. انا يا جماعة ما بحطش الفراخ مسلوقة مع البطاطس. انا لو عملت صينية بطاطس بالفراخ بحطها كده على النار، وهغطيها بالغطا، ومع نفسها بتطلع دايبة، اقسم بالله بتطلع دايبة دوب. في ناس العكس طبعا. انا سبتها على النار تغلي غلوتين، وبعدين نزلتها في الفرن. وبعدين هنيجي هنا ونعمل شوية رز بالشعرية كده جامدين، والله كان طعمهم خرافة. وبص انا يعني في ناس بتعمل الرز ابو شعرية، بتحمر الشعرية وتحط الرز عادي، صح؟ لا انا ما بعملش كده. انا بحط شوية رز صغيرة، يعني بحط حبة رز كده واحمرهم، تمام، ياخدوا لون حلو، وبعدين اروح نازلة بالشعرية احمرهم برضو مع الرز اللي اتحمر. وبعدين بحط الرز العادي بقى اللي هو الرز، انزل بالرز، وبعدين افضل اقلب فيه واشوح فيه شوية كتيرة مع مكعبين من المرقة وحبة ملح، والدنيا بتظبط. بس صدقوني شوية الرز المحمرين في الاول مع الشعرية، ماشي، ما تنزليش بالشعرية غير لما الرز بتاعك يحمر. ليه؟ لان الشعرية ما بتاخدش وقت، تمام. وبعدين تروحي بعد ما الرز يحمر تنزلي بالشعرية، هما الاتنين هياخدوا نفس اللون،
بس تركزي كده يبقوا ايه نفس اللون. ماشي. وبعدين تنزلي بالرز عادي، وبعدين تقلبيهم وتشوحيهم مع بعضيهم كويس بالملح والمرقه زي ما قلت لكم. وبعدين انزل بالميه المغليه، بيطلع شويه رز ملهمش حل. غير الرز ابو شعريه، بس يعني لا بيفرق في طعمه لما بحط الرز المحمر ده بصراحه. انا جربت ده وجربت ده وجربت اللي هو الابيض وجربت المحمر، بس يعني جربت كله. بس وكل واحد على ذوقه، يعني الاكل اذواق. انا ببتدي اهو احمر الرز وبعدين شفت نزلت عليه بالشعريه اهو، واحمرهم مع بعضيهم وانزل بالرز. ما تنسوش اللايك يا حبايب قلبي. شايفين بعد ما يحمر دلوقتي احط الرز. هو مش افتكاسة يعني ولا حاجة، بس زي ما قلت لكم يعني اخواتي الصغيرين اللي لسه داخلين المطبخ جديد، والله العظيم انا ببقى قاعدة بتفرج على قناة الطبخ مثلا، ابص الاقي واحدة مثلا عملت مكالمة وتقول لها عقد الرز قد ايه. يعني إيه؟ يعني ايه عقد الرز؟ يعني المية بتاعت الرز، مقدار المية بتاعت الرز قد ايه. يعني شوفوا في بنات ما تعرفش حتى تعاير معيار المية بتاعت الرز. يعني اقل حاجة اهو، اقل حاجة. وممكن واحدة بنوتة صغيرة تبقى متوقفة على حاجة كده بسيطة، ولكن انتي شطورة، وانا عارفة ان البنات اللي بتتفرج عليا جمال وشطورين وعلى راسي والله العظيم من فوق، سواء اخواتي صغيرين او اخواتي كبار وماما واي حد بيتفرج عليا، على راسي من فوق وحياة ربنا. متابعتكم ده على دماغي من فوق. المهم هنزل بالمية. انا ببقى بصراحة معايرة المية بالظبط، لا بيعجن مني ولا اي حاجة، ولا بيطلع ني، بيطلع مظبوط. اللي هو خلاص كده انا اتعودت ان الرز بياخد الكمية دي. يعني انا مثلا عاملة مثلا يعني انا عاملة كيلو الا ربع رز، وربع كيلو شعرية، ادي كده كيلو ماشي. بظبط المية بتاعته وبظبطه وبيطلع تمام الحمد لله يعني. والله يا جماعة الواحد ما بينزلش متعلم كده يعني ما بينزلش من بطن امه بطن امه هو متعلم كل حاجة. شايفين مظبوط على الشعرة، لا معجن ولا اي حاجة زي ما انتوا شايفين. واعملوا التكاية بتاعت الرز والشعرية المحمرين دول، طعمهم بيبقى تحفة وجايب اخر الدنيا. بس فلازم نعلم بعضينا كده، واي واحدة كده عندها وصفة تقولي برضو نعملها. والفراخ اتحمرت كمان بعد البطاطس ما استوت، اديت كده ايه حطيتها على الشواية، وعملت شوية سلطة خضراء. ويا رب الاكل النهاردة يعجبكم والفيديو يعجبكم النهاردة. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، ولو بتتفرجوا عليا جديد ما تنسوش اللايك. سلام.